بدعة، مر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر. وأختم كلمتي لأدعى المجال لأخي وحبيبي الشيخ سعيد بهذه الكلمات النفيسة الغالية لإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وانتبه إليها أيها الحبيب اللبيب. يقول ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات، وما زال الكلام لابن القيم، ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. احتاج إلى طرح بعض النماذج العملية في العمل لدين الله تبارك وتعالى، وأترك هذا المحور ليغطيه أخي وحبيبي الشيخ سعيد. أسأل الله له السداد والتوفيق، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. فليتفضل الشيخ. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سنعود بعد هذا النموذج من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سنعود مرة أخرى إلى شيخنا الداعية الشيخ محمد حسان حفظه الله. النموذج الذي يعزز ما قاله شيخنا الشيخ محمد حسان من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم أنه لا يفهم ديننا، دين ربنا جل وعلا، إلا بعناصره الثلاثة، وهي كتاب ربنا جل وعلا، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نفهم هذا الدين إلا إذا عرفنا كيف فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، وإلا إذا حاولنا أن نفهم دين ربنا جل وعلا على غير فهمهم فإننا سنضل الطريق. لهذا حياة أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تبين وتترجم وتوضح أوامر ربنا جل وعلا وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نفهم أمر ربنا جل وعلا؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كيف نفهم ذلك؟ نفهمه بتطبيق الصحابة رضي الله عنهم. ولكي نحقق الاتباع لا بد أن نسلك السبيل الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه رضي الله عنهم. أما النموذج فهو في رحلة أول سفير للإسلام، سافر من أجل دين الله، خرج من بيته من أجل دين الله، وذلك من مكة إلى المدينة التي كانت يثرب قبل أن تسمى بالمدينة المنورة. أسلم بعض أهل المدينة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة في البيعة الأولى، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم من يعلمهم شرائع دينهم. وهنا إذا أردنا أن نعلم غيرنا شرائع ديننا، وربما سيكون هناك محور خاص بهذا الأمر، هل نكتفي بتعليمهم نظريا أم نحتاج إلى تعليمهم عمليا؟ أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين، أعظم ما في هذا الدين وأهم ما في هذا الدين، وأول خطوة على كل من يريد أن يعبد ربه جل وعلا أن يعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا التوحيد أول عمل
دعا إليه، وأول شيء دعا إليه ربنا جل وعلا ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لم يلقب الصحابة رضي الله عنهم بالموحدين. لماذا؟ لأن المرء يلقب بسيد عمله. أليس التوحيد سيد؟ ألم يكن التوحيد سيد عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه أعظم عمل وأجل عمل. ولكن كيف يأتي التوحيد؟ كيف تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد؟ هل تعلموه من خلال الاستماع فقط، الاستماع النظري؟ لا، تعلموه بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا لا نجد في كتب الحديث أو غيرها عن الموحد الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مصلين، ولكن المرء يلقب بسيد عمله، لم يلقب بالصلاة. لا نجد عن المصلي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عن المزكي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو عن الحاج الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن عن الصحابي الجليل الصحبة. لماذا صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا التوحيد، وتعلموا الصلاة، تعلموا هذا الدين بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بالتعلم العملي الذي سنخص له وقتا من هذه المحاضرة ومحورا من محاورها. عندما طلب أصحاب الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، طلبوا منهم أن يبعث إليهم من يعلمهم شرائع دينهم. اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الصعبة. لماذا؟ من سنن الله تعالى التي لن تتبدل ولن تتحول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ليس هذا بشيء الجديد، هذا من سنن الله التي لن تتبدل ولن تتحول. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة رجلا سبقت له تضحيات جسام، مصعب ابن عمير، فكان أول سفير للإسلام الذي حمل هذه الرسالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. كما ذكر ابن إسحاق رحمه الله قال: خرج أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق. أول شيء عندما تحمل بعد تحمل المشاق من مكة إلى المدينة، أول ما دخل لم يذهب إلى السوق، لأن هناك بيئة فاسدة، بيئة الشر. فأول شيء، أول بداية تكوين بيئة الخير. أين يكون بيئة الخير؟ في مكان ليس فيه شر، في بستان